آدم ما كانش بيعيط كتير، بس الليلة دي أمه كانت سامعة صوته وهو بيضحك تحت الشباك، ضحك طفل بريء. وبعدها سكت، سكون تقيل نزل على الشارع كأن الهوا اتسحب. أمه فتحت الباب، ما لقيتش غير الكورة واقعة لوحدها لسه بتلف وبتبقى. أبوه نزل يجري، الجيران صحيت، الكل دور، بس الحاجة الغريبة ولا حد سمع صرخة ولا حتى خبط، كأن آدم اتشال من مكانه. الأرض كانت ناشفة، مفيش آثار رجلين ولا دم ولا مقاومة. الليل بلع الطفل وسكت. أول شهر أمه كانت بتسيب النور مولع، تاني شهر بطلت تنام، تالت شهر بدأت تشوفه في المرايات واقف وراها ساكت. لما تلف يختفي. الشرطة قالت كلام محفوظ: يا رب يدخل الجنة كل من يدعى إعجاب واشتراك ويستغفر الله في التعليقات. والقرية بدأت تهمس، البيت ده مسكون. 3 سنين عدوا، وفي كل سنة الكلب كان يعاوي تحت البيت في نفس الليلة ونفس الساعة، واحدة بعد نص الليل، كأن حد تحت الأرض بيتقلب. المطر كان بينزل تقيل، والباب خبط خبطة بطيئة تقيلة. أبوه فتح، وشه جمد. آدم كان واقف نضيف، ولا شعرة متوسخة ولا هدوم بالية، كأن الزمن ما لمسوش، بس عينيه مش بتلمع، سودة وغويطة. دخل البيت من غير ما يبص لحد، ولما أمه حضنته شهقت. قلبه كان بيدق ببطء مش طبيعي، كأن في عد تنازلي. آدم ما كانش بينام، يقع في الضلمة ويبص للسقف، ولو حد كلمه يرد بعد ثواني كأنه بيسمع حد غيرهم. وفي مرة قال لأبوه: أنت دفنت السر غلط. أبوه وقع الكوباية من إيده. سر إيه؟ ولا حد فاهم. الريحة بدأت تظهر، ريحة تراب مبلول طالعة من أوضته، مع إن مفيش حاجة هناك. أمه ما استحملتش، صحيت عليه في نص الليل، قالت له: قولي كنت فين؟ رفع عينه وبصلها وقال: كنت تحت البيت. ضحكت بعصبية، قالت: إزاي؟ قال: الأرض فتحت وقالوا اسمي. قالت بخوف: مين؟ رد: اللي عايشين قبلنا ومستنيين دورهم. في اللحظة دي الحيطان طقت وصوت خربشة طلع من تحت السرير. الدكتور انهار لما شاف الرسومات، أطفال مكفنين وتحتهم بيت آدم. قال للأم وهو بيرتعش: الطفل ده مرجعش لوحده. في نفس الليلة الأم سمعت صوت آدم بيضحك من تحت البلاط، مع إنه نايم قدامها. ضحكتين، صوتين، نفس الصوت. الصبح آدم اختفى، والبيت كله كان مليان تراب. فتحوا الأرض لقوا فراغ، ومعاها كف طفل قديم متآكل. مش آدم، بس على الحيطة كان مكتوب بإيده: أنا جيت أعدكم مش أعيش معاكم. ومن ساعتها أي طفل يختفي ويرجع الناس ما بتفرحش، بيقفلوا الأبواب ويستنوا الدور الجاي.